الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. برایانی عزیز و خۆشەویستم لە پرۆگرامی زاد بابەتی ژیاننامەی پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم. طبعا لە قۆناغی دووەماین مامۆستا سوران إن شاء الله بفەرمێ لاپەڕەی 41. إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام كل ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، رواه مسلم. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. بله إدام واتا طبعا من بابتك من بابتي خواردني في صلى الله عليه وسلم. إدام ليلة همو شتيك كاللقل يعني همو شليك كاللقل أنا بخره، همو شليك كاللقل أنا بخره. عائشة خوالي الرازي بأفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی: نعم الإدام الخل، واتا باشترین شله خله واتا سرکه. أم هاني آموزای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم کچی ابو طالبه افرمي قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم هات مال وابو مالمان، فقال: أعندك شيء؟ اشتيك تيبي خم؟ قلتم فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. بقوات تنها ناني وشكو خل معناها السركة معناها. فرموي: هاتي، فرموي بيه هنا ما أقفر بيت من أدم فيه خل، يعني هيج مالك بيش لنابي ما دام خليت ياه، يعني خل هات عندي العلماء وتفسيره كان يعني هيج مال فقير ناكبه أجر أقفر بأفقرش تيجيشتون لي، يعني هيك مال فقير ناكبه يعني بيخواردنا بما دام خلي عن هي لمالوا بلا ما مسسور. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدامة فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. بله إمام مسلم أجرته ولا جابري كري عبد الله وكوا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم داوي شليكي كرد لما من ناري، يعني اشتيك بين بابي خوين وتان والله تنها السركة معناه. فرمي بيهن جاء إخواردو أي فرمو: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، باشترين شلا خلا، باشترين شلا خلا. طبعا ليرا هم في غمري خوا صلى الله عليه وسلم تشجيعي مال من ناري خوياك، هم تأكيد لسر جرينجي خلك عتوا. ويعني وادر خاك يعني أجر خواب كإنسان لما الله اشتكى حبيبي خوات اشتكي شاكو إنسان حق دائما سواز جزار به ومرجنية إلا أخواردني باعش بها مجاري. يعني من حتى لما الله زور جار وأخما برشان الله يعني قطبة تماما بن دائما خواردني باعش بها مالنا. في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعوي كردون أخوة روجة برسيبي روجة تيربي، روجة برسيبي روجة تيربي، بودي دائما روجة كبرسية فقيري لبير به. اگر انسان دائما تيربيه بالراسي دواي حالتي نفسي شي اقوري ايماني شي كذبه دواي تشاوي لفقير كان نابه حبير دائما بير لواكت وبين ناني باشا به اما ما ويك وزع من باشبو عبد الرحمن ما منالبو واخوش انا زان هم نابي سونا قويا يعني يتر زور شتين تو كباسيك اوليتي نابا يتر تشينا هر مالك كسفر كان انا مثلا جاري وابو مثلا يشتا قوشتك دوا كوتو يا مثلا هناك يكسر يد كوا غوشتك ما استاذ ماغوتي والله برا بياونا يرد دعوتان قالت عبد الرحمن حياه ما نواقل غوشتك يعني من الورا نهن الا غوشت هبي ورا نهن الا بيمريش كبي ملكو احساي بجي انسان حتى اگر هشي به خوي ومال منالي رابين لسر احساي خواردن يعني جاريش با خواردنيكي احساي به برا اوروبا برا خلق اوروبا زياتر هلا فاخو
وابزان اگر هبي لمان لا عفوا لا هفتيك يك روجا بتوان لما لو شي شتي كان يعني زور بي خلق عن لفيك لدرو اخوات الهر لفيك بي جاء مش الاوابا بوشي وازا بجين باشا يا غمري صلى الله عليه وسلم ليله وافرمي جاء فرمي او صحابه كم حديثا جرتك جابري كري عبد الله اخوي يقول اخوي وباوك الشرازي به افرمي لو دقوا كفي غمر واي فرمو من خل لام زور خوش يزبويا لو دقوا كفي غمر واي فرمو خل لام زور خوش يسوبوت يعني حق ايمش هول بدين يعني ام حديثه طبعا وكو باسم بوكردن سودكاني خل بالراسي يم خوش اگر درسي دهاتو شتكان كسكتان لوارو شتك اماده بكن سودكاني خل يعني زور زوره وباش وايا مال بيخل نبي باش وايا مال خلي لنا بره يعني بردوامي سركها بلا ماله بره. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. بله أبي أسيد فرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي زيت بخون ليرة زيتي زيتونة طبعا ليرة زيتي زيتونة تشكو أخوة تعالى فرمي من شجرة زيتونة مباركة يعني زيتي زيتونة أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم زيت بخون ودستو يعني جسد عن شيبيات شور بكن چونك بالراسي لدارك مبارك يعني اگر خواهي پروردگار بكا إنسان دائم زيتي زيتوني لما الله به زور بسوده زور بي أو نخوش يعني كهي ناوسكا حلا قولونو بقرا حتى يترحمو جو أو جوراني كبيواندي به هرسو بيواندي به ناوسكا ويا الدكتور عبد الواحد أيود من زمانكم هر كسي يشوي بخوي لي بخوا يعني كوتشيك إن بخوا كوتشيك لو زيت بخوا وبيانان كوتشيك لي بخوا يعني بتايبتي لسر معيدة بطالي نسألو كاتيك معيدة بطالة دكتور عبد الواحد أيود من زمانكم كبهيت شويك أو نخوشانا لجاني إنسان وراسي شكل راسك يعني من زور جار أو من تطبيق كردو زور جار جيبا جيم كردو لابويا زيتي زيتون زور بسودة وحق إنسان بردوان بكاري بيني بله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. الدباء هو اليقطين والقرع والقديد هو اللحم مملوح مجفف في الشمس. بله أنا سيكوري مالك أفرمي كابرايكي برقدور خياط في غمري دعوت كردو صلى الله عليه وسلم بو ماله خواردني كي دروس كردو في غمري خواهي دعوت كرد جاء أنس أفرمي جاء من لقل في غمرات شوم صلى الله عليه وسلم بو أو خوارد بو أو دعوتيه كابرا خواردني نزيكي في غمر كرده وخواردنا كتشي بو نان بو ناني جو لقل شربايكا شليكا شلكا دباء قديدي تيابو يعني كولكو قوشت وشكا قوشت بس وشكرابو كاو خوي بيو كيتو وشكا كريتو جاران او بو سام قوشت وشكا لا خمانيا او قوشت جايه او قوشت وشكانيه بس قوشت وشكا لا خمانيا لا بروي مجاميده بيابو معنا الثانيه جاران خلق اي كرت منو بيرم دي افرمي انا افرمي اوين نزيكي بيغمر كردو جابينين بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بدواي كولك كان الرويشت عندنا ناو خواردنا كنيه وياكو خواردنا خواردنا بيغمري خوا دسي بو لليواري انك بو كولك كان الله لو رجو كولكم لا خوش يسبويا لو رجو كولكم لا خوش يسبو دكتور يكبو زور بي جار باوكم نخوش يبرد ولا او دكتوره يعني عشي خزمو دوستون بس تقريبا 30 سال برد يساكم زور بي جار حرشي دوست وخزمي كلار وكفري او منطقه نخوش كوتن باوكم يبردن بوكركو ويبردن لاي دكتور حمر رضا دكتور حمر رضا مشهور ويجي الدكتور كان كركوك وعافيك وفاتي كركوس عشان جاب من نبيني بس باوكم بس كده بلد ملاي حمر رضا جاء من نخوشي معيدن بو او كانت نخوشي كي زور خراب بو باوكم ايوت كرم حركه سنبردو تلاي دكتور حمر رضا بو معيده وتيتي كولكا ايوت نك معيدش بو زور نخوشكا كولكا زور بكار بينن چوك زور بسوده و زوريش
وەکو بڵێ هینی تایە هەندێک مەوادی تایە یعنی چارەسەرێکی سروشتیە بەڕاستی. فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء نبات قريب من الخيار لكنه أطول، يعني تروزي. كاليار. كاليار خياري شقلتوا، خياري تروزي شقلتوا بالراسي، كاليار شقلتوا. هذا باسي فاكهة وميوي بيغمرك صلى الله عليه وسلم. أفرمي بيغمر إخوة عبد الله كوري جعفر أفرمي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كاليارو خرمايان خيارو خرماي رطب خرماي تر أو كوا استهي لما قانا إلى إخوان إسا بيشوا يوشك بكريته وخرما أفرمي أودواني بيك وأخوار بله جاء أفرمي قفاء شيا أو قفاء طبعا القرآن شاهدوها أو بني إسرائيل أو كخوات على باسك الله نبات قريب من الخيار لكنه أطول لخيار توزي دريشتره بله. ومعنى يأكل القثاء بالرطب أي يأكلهما جميعا في وقت واحد، يعني بيكشوا إخوان بيكوا إخوان. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، وقد جاء عند أبي داود في بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. بلى. ولحديثها تو حديث عائشة فرمت في غمر قال صلى الله عليه وسلم شوتي لقل رطابة بيك وأخوات وسبب كشي أفرمي جاء عند أبي داود في بيان ذلك أي فرمو في غمر قال صلى الله عليه وسلم بياني أو أي فرمو نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، يعني قرمي أما قرمي رطابك أيشكنين بساردي شوتيكا ساردي شوتيكا أشكنين بقرمي هناك أشكنينه. شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، الحلو الماء الممزوج بغيره كالزبيب والعسل. وقال ابن القيم: وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له واستمداد منه، وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. بله. طبعا جباسي شرابي في غمرك صلى الله عليه وسلم خواردنوي عائشة خوالي الرازي بفرمي في غمري خواص الله سم خوشويسترين شراب للاي آوي سارد بوا لقل تيا طبعا تيكل لقل شيرينية يعني شربت. طبعا شربت بس هذه زور خوش وقرقر مو بشربت تامين اميني شي شربتي طبعا لرباس يواكا شيرينيكا او شرينيكا تيكل بو شربتي زبيب ميوج ولقل شربتي هنا هنجوينه او دوانا في غمري خاص الله وسلم زور حزيله كله بتايبتي والساردي. جاء ابن القيم رحمتي خوالي بها فرمي شراب اگر او دو وصفيتها تيكل ببه وصفي شيريني لقل وصفي ساردي عليه بسوترين شتا بو بدني انسان بلام هردي تيكل بي يعني الشيرينيكا لقل سارديكا عليه حتى باور بك او حالته زور جار زرري شيرينيه بو قرقو مانا ساو بتنيا اگر سارد خرابه بس اگر بكري بشربت يعني زور جار زرركي كمتره يعني منكم اصلا بزرري نكره بو يعلم كمتره لو انا على احتياطي دانا بوينك جاء فرمي حتى يسدو سارد ب او زررينيه كاوهيتي بتنيا جاء فرمي ولقورترين هو كاركاني لش صاغيه شيريني لقال سارديات يا كالري. طبعا روحي انسان وهيزي انسان وجقري انسان وضلي انسان زور عشقكي زور تندي هيا بو شيريني كي سارد بويا او عشقا راكشت او بركه لي ورقه بويا الله امام ابن القيم افرمي او دو وصفه اگر هبه او تغذيه كي تواوب ولا شيء انسان وجسي انسان زور استفاده ليكا يعني اي بعد يعني وقت غير زور حزي ليكا يعكس اي مجي زور تاثير لها مو جسه ولا شيء انسانك
واجر انسان طبعا ويك لو شتانيك مسوده مثلا ستو حتى كاتي روجوش كاندن كتور رطابك اخويتو ونمنا عاويكي ساردي لقل اخوي طبعا او ساردي في غمري خاص الله سبحانه ام بفراوانيه واي سلاكم انا نعم جميل ومن او ساردك عاويك ساردي عصايه يعني لكم او ساردان يا اخوان يعني لكاتي هنا الله او رطابه شيرين لقل او ساردك كاتك اخويتوا لما وي بينج دقه يعني جي او هنا همو قريتوا او همو ما دوبونو طبعا جالسه كبرسيتي بس جاري واي 20 ساعات جاري واي شانزه هني والله لغايه 21 ساعات شانزه هفده ساعات يعني ترو جوغري سبحان الله جي وجي جي قريتوا لما ويكي كما بله. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. لم يكن يسرد الحديث، أي لم يكن يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض كسردكم المعروف، والمراد من ذلك التأني في الكلام والمبالغة في التفهيم، فمن شدة تأنيه في الكلام كان يحفظ كلامه من جلس إليه أو سمعه، وذلك لقلته وبيانه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه، وتلك هي سنته في السلام والاستئذان وغيره. بله بس أمجر بس كلامي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم. عائشة خواه للرازي بها فرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي قصي كرد وكو يوقسي ناكد عالد وعيكتي قصبك يعني سيما قصاكين بل زور بمان ببل قصاكين بلكو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي قصي كرد قصكاني بيني بو بين فصلي لبين أبو هركسي لا دانشت أيتواني لبالي كرداه أيتواني لبالي كرداه يسا أوا قصبك خلق يجي هو أما تشيا بس مع العلم أو الزور بسودة يعني زور قرنقة إنسان يعني في البيع أوا قصبك أقل بتواني بلام أمركم القاي خو من حد شون لها مشتكى بلا بلاتي حتى لقصة كردين حزقات طوبة بلا قصبكي كاتي هواش قصبكي يصير قصة كانت لاي أن مرغوب نية بداخوة يعني بلا ليلة كاتك ألين تأني لكلامه ومبالغة لتفهيمه كاتك ما بس ما أويك لسرخ قصبكي ومبالغة بكي لوي مقابل تبقى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أما نلسرخ قصة كرد حركسي لا يدانشتا جوي لقصة كاني بوايا لي تيجيش وأيتواني قصة كاني لبركة هم لبركة مي قصة كاني هم لبر لسرخوي والروني قصة كاني أنس يكري مالك أفرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أقل قصيب كده زوجة سيجار دوبارية كده عندي قصة كبيوسي كده سيجار دوبارية كده طبعا والله طبيعتي سنتي في غمر للسلام كردني شبابه زوجة أقل مجلس يدريش بها سيجار سلام يكرد لأنها ورأت الأول وأويها ممكن هم ينجوان ليبي ثاني كسيتيت يرجع سلامك دعاء أداب لا يكون ولا يتراوى الله ما تشيم تكبر سلامناك بس نازل أول سلتا سلام يكردوها كاتة تجوره والله في غمر خاص الله سبحانه سيجار سلام يكردوه هم يجوي ليبي ولا درجادانيش في غمر خاص الله سبحانه سيجار إدالة درجة سيجار زياترين عكرت بله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. بله درباري آية في غمري صلى الله عليه وسلم لقوا الشعرابين شون بوا والشعري وتوا يعني وتوا أو يا موضوعك الله في مقدامي كري شريح لباوكي أويش لعايشة شريح بن هاني لعايشة يريته قال الرازبة أفرمي وتيان في غمري صلى الله عليه وسلم قد شعري أوت أي فرمو في غمري صلى الله عليه وسلم شعرك ابن رواحي زرجار أوت كاتي أيوت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. طبعا ابن رواحة الصحابي في غمر بوا صلى الله عليه وسلم وبيش إسلامي الشعري وتولى داء إسلامي الشعري وتوجاء يكلو شعراني أمريكا في غمري خاصة وصم نيوي باسكا أجينا خوي شعرك بوشوازتان ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني الزمان يعني الدنيا يعني اگر پلتنا بين روزگار شتيرك تبورنا كاتو كدليتي انا وجيشتي يعني سيما كاتي خوي بلما لبرش تاكل يسليتي يجين الزمانه بابا في مش فيرمان انا كنت يعني من لم يؤدبه الابوان يؤدبه الزمان هالكسي باكو دايك ادمينا دا زمانه في ريكا من كان جاي با بيرم هرش تبوها مثلا من بلم كرم بلما بخوا زمانه مش خوي درخا هل امشي عليه يعني ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار اما يا غمر اما يعني يود من لم تزودي يعني من لم تساله يعني واخبار بودي للايان كسانك وكا اصلا برسال ديالنا كذا خوان هو كذا تير ما كل يوم انا رنشي نمونين كيف بندي بيشيناني خو ماني عليتي اي بارك الله اوي امر بباري اسبي ملاش يعني هذا نال من زور جال بخوا زور جال لو ترجم معاه زور جال محاضرات لدرس كان زور جال وان بندي بيشينان يعني حديث يا قران بندي بيشينان يا حديث يا قران يا فرموده يا قران يعني كم جا بندي بيشينان ابيني توا لخوي وترابه يعني زور جار ساستما شاكي في غمر صلى الله عليه وسلم افرمي اقصي ابو الرواحه طبعا كفي غمر وتيب وحديث وسيله كيف يشيناني كما جبتانا اوي امرو بباريس ما ببلاش كلمك ماله. واما قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فقال ابن كثير رحمه الله تعالى ما هو أي الشعر في طبعه فلا يحسنه. وعن ابي هريره والله لو شيء ما مصاب عليك برسالك لو انا بيجي اي باشا قينا بوت شلون في غمر الشعري وتقول لكاتك اخوي تعالى افرمي يمن الشعر ما نفير كردي وانا بوي شي هي فير به يعني في غمر خاص يعني ما مخالفه اونيه ابن كثير افرمي لا مقصد اويك اخوي تعالى لطبعي في غمر الشعري دروسنا كذا يعني في غمر صلى الله عليه وسلم وكو شلون بلاير حزيل الشعر نبوه يعني مثلا خوي نيوتوه وكاتش ما قرش عليه الزور يعني وكم معناه كي ديني واضح او كاتب في غمري خاصه وسم بكاري ينابو او شتا اجينا في غمري خاصه صلى الله عليه وسلم خش شاعرنا بو وشعر شي نوتوه بله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد هو ابن ربيع العامري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، نزل الكوفة ومات سنة 41 للهجرة وهو من فصحاء العرب وشعرائهم. والله لبيد باسي هو كاكا ليلة الشعر كي لبيدي هنا في غمري صلى الله عليه وسلم جاء لبيد الله كري الربيعي عامرية لكاتي خويا هات لقل قومك هاتنا خزمتي في غمري صلى الله عليه وسلم في أيكي الشريف زور بريز ولا جاهلية ولا إسلامي شا لكوفة معايا ولا صالي تشلويك وفاتي كلوه يكيك بولا فصحاي عرب للشاعر قوركاني عرب جاء في غمري صلى الله عليه وسلم الشعر كي أبي زور جار باسا كرت دير الشعر كي أوج لبيديشي أوت ألا كل شيء ما خلا الله باطل نجيك الأخوة هموشتي إن شاء الله هموشتي عاجي اما عينا اويك فرم هنا كقيامتها كل من عليها فان والله كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني أو هنا أو شعري لبيده ريك هني أو آياته شرحي كابو آياته بويا في غمري خاص الله وسلم جاري وهبو بكاري أهنا وكو شعريك بلام آية كاتب يا غمر صلى الله عليه وسلم خوي شاعر نبوة وبوشي نبوة في الشعر به آية معناه أوي الشعر حرامة جواب من برو بو شي يعني معناه بو في غمري خاص الله وسلم بوي نبوة نشاعر بو نبوي شي بو شاعر به يتكلم بلغة القرآن أبوي لبرو يتكلم بلغة القرآن لبرو داينا لين ولا
اما الشعر قرآن الشعر محمد وتيتي ليماني كردوتا كتاب إخوة معلومة. وعن عمرو بن شريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، أي زدني، حتى أنشدته 100 يعني 100 بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. بلى طبعا عمرو بن شريد أفرمي لباوكي وقال باوكي فرموي لقل بيغمرها صلى الله عليه وسلم سوار بوبوم لو لاخيكا عليه ديالا بيغمر وتوتي الشعر بتايبتي باسي كي كردو أمية بن أبي صلت الثقفي أم كابرايا أمل زمان بيغمر شابوه حتى بدري شبينيوه حتى لسر بدريش وقعت بدر حتى لسر بدريش هندي الشعر يوتوها لسر كافر كان ككوجانا مر الشعر وبالانا وتيا على بلاهم كابرايا أو نتمنى نبو بمينته ببيت مسلمان. على العموم أم كابرايا كالشعر يوتوها أو صحابيا بو في غمري باسكا الشعر كان بو باسكا عليه حرشان يكن بو يود في غمري زاتر بله عليه تصدي الرمبوي ود في غمري خاصة تيزاني خليك مسلمان خليك بو مسلمان ببي يعني بالشعر كان يا أم كابرايا زون نزيك بوت ولا إسلام بس إذا قسمتنا بيور نابه يعني في غمري خاصة فرمي إن كاد لا يسلم أنا إخوة خليك مسلمان أبي إيه بس سبحان الله يتر يعني الشعر كان أو أنداب ميلان بو ولا إسلام خليك بو مسلمان ببي. عاش أمية حتى أدرك وقعة بدر ورث من قتل بها من الكفار ومات بعد ذلك سنة 9 ولم يسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن جندب بن سفيان طبعا أما من واهستكم أما دواي صالينو أو الصحابة بو بيغمري جرا دواي مردني أو ديارك بيغمري خواب مردني أيو بيستوها حزي كردوها وصف باسكي أيو بو كراماوتي الشعركاني بو باسكا ترى الشعركاني بو تو بيغمري خاصة فرمتي خليك بو مسلمان ببي. طبعا بتشي أزام دوسي علامتك زانميك لو أنك الله لقل بيغمرها سوار بو ملسر والآخر لغزاي تبوك مسلمانان يعني أو عندما سنت والآخر كان بو جيشك جزور بو جاري وابو لو والآخر كدوسي كسوار بو مثلا دوان سوار بو نيكي وبي دوان ويكي لو أنا دعوة زي كي تسوار بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال دو كسا أولا سر والآخر بون بله. وأخرج البخاري ومسلم عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما دميتي هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وفي الصحيحين عن يعني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم روشي كان بنجيكي برد ليدا زمالي كرت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي تو تنها وكبلي بنجيكي خيند لي هات لبيناوي خوايا مثلا بونمونا وكبلي أو خيند لي الرجاء بله. وفي الصحيح يعني مقصدي اللي رواية جاجة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دي ريوتوها مثلا بونا هي خلقي تر وتويتي وي اما معناه وني في غمر الشاعر بوا يعني حزي للشعر كردوا يا ابوي بو الشعر بلي بس اما وكو مثال يا وكو بو كسانك زياتر تيبغن او يفرموا بلي. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بله هروها حديثي كتير شهينيتو كبيغمري خاصة أصلا ديال الشعر كتاوتوا مرائي جريتوا الله كابراك بيود ببرائي ود وتي آي في غمرتان بجي الله وراتان كرد أبا عمارة باسي حنينك غزوة حنين كفتح مكان كردو مسلمان شون بوقت طائف لوي مسلمان بحياتي 12,000 جيش نبونا تعاوكاته
12,000 جيش ڕۆیش بۆ تایف ئیتر لە ڕێڵێ ئەهلی تایف هەوازن و ثەقیف ئەم جەوڵی لە بین دوو جەوڵا کەمینیان بۆ مسلماناندا نابوو سوپای ئیسلام کەوتە ناو ئەو کەمینە کەس نەماڕانەکە لە هەموو لایەک وەلیاندریا 12,000 جێش بوو ئەڵێ خۆی گەورە لە قورئانە باسێکە وەیەومە حونەین ئیذ ئەعجەبەتکم کەثرەتکم فلم تغني عنكم يعني مسلمانان ڕایان کرد گورە کەسن ئەنسار و مهاجرین ڕایان کرد تەنها پێغەمبەر و وازانم عباس و این مایەوە لەگەڵ پێغەمبەری خۆیان چونکە ئەو شەرمیانەکە ئەیان وەڵڵی لە شەرمای مەڕەمان نەکرد چی پێغەمبەرمان جێبەیەڵایە بەس پێغەمبەر لە بەردەم سوپاکەوە بوو پێغەمبەر و ئەم سەحابەیە کە هەمیشە ئامۆزای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەبوو سوفیانی کوڕی حارثی کوڕی عەبدولموطەلیب هەر ئامۆزای پێغەمبەر ئەبوو سوفیانی باوکی معاویە نە ئەبوو سوفیانێکی تر ئامۆزای پێغەمبەرە بەس ئەم دوانە ڕایان نەکرد کشتی ڕای کرد جا ئەفەرمێ ئەو سەحابەش نەوەڵڵا ئەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕای نەکرد بەڵام ئیتر خەڵکەکە چونکە بڕێ خەڵکی تازەمان لەگەڵا بوو جا ئەڵێ شێر ئەگەر لەگەڵ ڕێوی شابێ کاتێن بۆ شێریش بۆ خۆی ڕاکە کە ڕێوی ڕایکرد شێریش ڕاکە بڕێ خەڵتە مەڵتەی تازە لەگەڵ سەحابەکان نبوون کە ڕایان کرد کە لە هەموو لایەکە کەمینە ئەوان هێشتا ئیمان لەناو دڵیانەدا نەمەزرا بوو بۆ خۆی مسلمانەکانیش خۆیان پێ نەگیرا ڕایان کرد کە ڕایان کرد تا ئەو کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە عەباسی وت عەباس بانگ لە مهاجرین بکە خۆی دەزانێت بانگ کێیەکە وتی بانگ لە مهاجرین بکە عەباسیش بانگی کرد و فەرمووی مهاجرین ئاوا بەیعەتان بە پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم ئەو پێغەمبەرتان جێڵا ئەڵێ وەڵڵاهی شێر گەڕانەوە چۆن شێر بەچکەکەی خۆی جێڵا بێ و دوژمن پەلاماری بدە ئاوا گەڕیانەدەوە هەر بەو 200 کەسە 200 کەس لە مهاجرین گەڕانەوە سوپای حونەین شکا هەوازن و تاقیف شکا 12,000 کەس ڕای کرد بەس 200 کەس شکانیانیان جا لەوێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی چی ئەنە النەبی لا كذب أنا ابن عبد المطلب جا صحابەکان لەبارەی ئەمەوە ئەڵێن پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ شانازی بە عەبدولموطەلیب واکە ئەوە لەوێ باسێکە بڕۆ ئەو دیمە مۆسە سوورە. وأما انتسابه صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب في هذا الكلام فلأنه قد اشتهر بين الناس من قبل أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء فانتسب إليه ليتذكر ذاك من كان يعرفه وقد اشتهر ذلك بينهم. الله پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەوێ بۆ باس عەبدولموطەلیبەکە و عەبدولموطەلیب لەسەر ئیسلام نەمردووە بەڵام ئەڵێ لەو کاتەوە بڵاو بووە بزان لە ڕێگای چیەوە ڕوحبانەکان لە ڕێگای هەر کەسێکۆ وا بڵاوە لەنەوەی عەبدولموطەلیب پیاوێک دێ خەڵکی بانگەکا بۆ لای خوا ئەبێتە پێغەمبەری آخر زەمان ئەوە بڵاو بووە جا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەلەیرایی خاتە بیریان بۆ ئەوەی بزانن ئەمە ئەو پێغەمبەرەیە. بەڵێ. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بين الكفار عن سبيله خلوا بني الكفار خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. يزيل الهام جمع هامة وهي أعلى الرأس وهي الناصية والمفرق عن مقيله أي موضعه. ففي هذه القصة أن الشعر سلاح قوي إذا أحسن الاستخدام وهو من الجهاد باللسان وقد قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. ومن صور الجهاد في العصر الحديث الجهاد بالكلمة والمقالة والفتوى ونشر العلم ونشر التوحيد والفقه الصحيح والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريف به وبكتاب الله العزيز. بله أما ليلة باسي أول شكات كشعر وتراوة ليلة
باسي أواك الشعر دروسته كاك حاجي يعني باسي أواك كالشعر دروسته الله أنسي كري مالك أفرميه في غمري خواه صلى الله عليه وسلم شو مكة لكاتي عمري قضاء يعني ما بسي أو عمري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قراية وابو مكة دعاي صلح حديبية الله ابن الرواحة لبيشي في غمر وابو الشعر يود أيود خلوا بني الكفار عن سبيله يعني مجالي بدن رقاقي بو تشول كان أي بني الكفار اليوم نضربكم على تنزيله يعني أمروك وشون بليلتنا دين بو تنزيليك بو إذا أبازي وكقرآن ضربا اليدانيك يزيل الهام عن مقيله يعني كبلي سر لهذا لشوني خوي دركا ويذهل الخليل عن خليله وخوشويس دبيري خوشويس أباتوا عليه إمام عمر فرمي ابن رواحة لبردن بيغمراو لحرمي شريفة تو شعر يجي عليه بيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي وازي لبير عمر والله أما للرمز ياترك أم شعري أو للرمز ياترك كاريجري هي يعني لا تيرو الرمز ياترك كاريجري هي لسب ضلي كافر كان يعني ليلة أول درخة بيغمري صلى الله عليه وسلم هندي جاب كالشعر يعني توبي خوش بوا لبروي لو أو شعره حساوك جورك للراجعاندن بوا بوتر ساندني كافر كان وسلاحي كي بهي زبر راسي قال الإنسان شلون يخويا بكاري بيني والجهاد بزمانه بيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي الجهاد كافر كان بكن بتشي ببارو بدستو بزمان جا الشعر جورك للجهاد بزمان وأم جابري كوري سمورة أفرمي لقال بيغمري صلى الله عليه وسلم دانشتو بوين عليه زياد لصد جار لخزمتي بيغمري دانشتو جابر عليه جابري مني سمورة فرمي زياد لصد جار لخزمتي بيغمري دانشتو وأصحاب كاني دانشتون لقريا لدوري بيغمري الشعر شانوت قالت يا أنا أبو الشعر يوت يا أنا أبو أباسي جاهليتي يكرت عليه بيغمري صلى الله عليه وسلم بيدن أبو يعني لدم تقيوان بيزارنا أبو بس ما دام دم تقيك عصاية نجيشتو تحدي للسنور درشون وانا خواص كفر شرك أمانة الله جاري وحبو كباسي جاهليتي شانا كرت يعني باسي زماني جاهليتي شانا كرت عليه بيغمري صلى الله عليه وسلم بيشكني لقال أنا زاد خنش يكرت لقال أنا الله لزماني تازشا إنسان تواني جهاد بكلمة بك جهاد بفتوى بك جهاد بمقالية كالبيناي خواه بينو سيتو كعلي خوي هي نشري علم نشري توحيد فقهي صحيح ودفاع كردن لغ بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وناس عندني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وناس عندني كتابك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كقرآن وصلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.